انت ازاي مش مصدقني؟ انا بجد بقولك الحقيقة، انا ما بكدبش عليك. انا ما كنتش متخيل ان انت تكوني كده. ولقيته فضل يكمل تدوير لحد ما وطى تحت الكنبة وطلع منها خاتم رجالي. انا شفت الخاتم، كانت صدمة اكبر بالنسبة لي. الخاتم، الحاجات دي جت منين اصلا؟ انتي اللي لازم تقوليلي الحاجات دي جت منين. انتي اللي لازم تعرفيني ايه مين اللي جه هنا وبتخونيني مع مين. لسه بقالنا شهر ونص متجوزين وبتخونيني. امال لما تقعدي على ذمتي سنة هتعملي فيا ايه؟ انا بجد مش فاهمة حاجة ومعرفش ايه اللي جاب الحاجات دي كلها هنا. ارجوك صدقني انا ما بكذبش عليك، انا بجد بقولك الحقيقة. حقيقة ايه؟ انتي واحدة كدابة، وانا ما كنتش اتخيل ان انتي ممكن تكوني كده وان انتي تكوني خاينة. استنى بس، اهدى كده بس وقولي هو مين اللي قالك الكلام ده؟ قالي ابن اخويا. بدأت ان انا اجمع، وساعتها فهمت هو لما طلع لي من شوية طبعا ونزل. انا لقيته متوتر كده وعمال يعمل حاجات غريبة، بس ما كنتش مدياله اخوانه وكنت فاكراه طفل صغير. ولقيته حط الحاجات دي طبعا، وده اللي انا اكتشفته عموما بعدين. وكمان مش بس كده او استكفى بكده، ده قاله اني هو الشخص اللي كان عندي في الشقة اللي المفروض ان انا بخون جوزي معاه. اول ما شاف جوزي راح هرب على طول. جوزي بيفتح باب الشقة لقى فيه مفتاح بتاع حد غريب، فاتأكد تماما اني انا فعلا للأسف واحدة خاينة. ساعتها انا اتصدمت وفضلت اقوله صدقني انا عمري ما كنت كده ولا حتى انا ست خاينة. ارجوك صدق كلامي. اصدق ايه؟ كل الحاجات اللي شفتها دي وتقوليلي كده؟ انت اللي ازاي تقولي كده؟ اولا انا قاعدة في بيت عيلة، هو انا للدرجة دي بجحة وقادرة ان انا اطلع الشخص اللي بحبه بيت عيلة فيه حماتي وفيه سلفتي وفيه اخواتك وفيه كل الناس، وكمان ادخله شقتي في الوقت اللي انا عارفة ان انت بتيجي فيه من الشغل، واعمل كل الكلام ده وانت عارف اني اصلا الطفل ده على طول عندي في البيت؟ للدرجة دي انا مش خايفة؟ وللدرجة دي انا بجحة وقادرة ومش هيحممني حتى انت؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ شهر ونص جواز، ايه اللي هخونك فيهم؟ انت متخيل انت بتقولي ايه؟ قال لي انا مش عايزة اعرفك تاني، انتي واحدة خاينة